ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة فيديو مهم ومميز هقولكوا فيه فكرة مهمة جدا، ازاي نعمل من الدقيق الابيض العادي عيش اسمر بلدي. بمكون واحد بس هنضيفه على الدقيق، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة هتعمليه في البيت وهتعمليه في الطاسة وتقدري تعمليه في الفرن، وهيطلع معاكي حلو وكله قابب بالشكل ده وطري جدا وهش وجميل لكل الناس اللي بتتبع حمية غذائية أو بتحب العيش البلدي. شايفين قد ايه طري ولذيذ جدا. وصفة سهلة قوي ومبسطة، تعالوا نشوف الطريقة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا كيلو من الدقيق الأبيض العادي جميع الاستخدامات. هنضيف عليه ربع كيلو من الردة الناعمة بتاعة المخبوزات أو بتاعة العيش. دي بنشتريها من أي محل اللي بيبيع الدقيق أو محل عطارة، ده بيكون موجود، لكن أهم حاجة تكون ردة مخصصة للعيش. دي موجودة ومتاحة حتى كمان في الهايبرات عشان خاطر الناس اللي بتتبع حمية غذائية. هنا بخلط الدقيق الأبيض مع الرد. احنا هنا بنعمل ايه؟ يعني بنرجع كده الدقيق الأبيض بنرجعه أسمر تاني. الفكرة ان احنا لما بيجي يطحن القمح بيكون مثلا 100 كيلو قمح بيطلعوا 72 كيلو دقيق أبيض، أبيض زيرو زي ده، والباقي بيطلع عبارة عن ردة وقشور وما إلى ذلك. طبعا الدقيق الأسمر بيكون أكتر شوية نسبة الردة فيه، عشان كده بيكون أسمر، فاحنا أخدنا المستخرج اللي طلع ورجعناه تاني للدقيق الأبيض عشان نعمل دقيق أسمر. ده لو مش متاح عندك دقيق أسمر. لو متاح عندك دقيق أسمر أو دقيق الحبة الكاملة تقدري تشتغلي بيه عادي جدا. كده خلطناه، شايفين شكله؟ خلاص كده بقى دقيق أسمر عادي جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ هيكون عندنا بولة. دي بس الفكرة الأساسية اللي احنا عملناها، وبعد كده هقول لكم التكنيك اللي نعمل بيه العيش بالظبط عشان يطلع معانا خمران وقابب ومفتوح من جوه، وطريقة التسوية الصح. معانا هنضيف كوبايتين من المية، مية تكون فترة. شايفين انا بحط كده صبعي فيها عشان اتأكد ان مفيش اي سخونية في المية. انا ضفت كوبايتين حوالي 500 ملي او نص لتر، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من السكر. طبعا انا هنا ضفت معلقتين كبار، احنا دلوقتي في الشتاء، لو في الصيف تقدري طبعا تقللي كمية الخميرة شوية. وبعد كده بضيف حوالي 9 أو 10 معالق من الدقيق اللي احنا خلطناه مع بعض. زي ما قلتلكوا واحنا بنعمل الدقيق، لو عندك دقيق اسمر هتكملي الخطوات عادي جدا، لكن لو ما عندكيش تقدري تعمليه بالطريقة دي. بخلط بقى كويس قوي الخميرة والسكر والمية والدقيق مع بعض كويس جدا، مش عايزة يكون في اي تكتلات، وكمان عايزة السكر يدوب والخميرة كمان تختلط كويس. الخطوة دي بنعملها في كل مرة بقولكوا فيها. اولا بنفعل الخميرة وبننشطها، تاني حاجة بتقلل معانا في فترة تخمير العجين، تالت حاجة ودي اهم حاجة ان انا بتأكد ان الخميرة بتاعتي فعالة وكويسة وما فيهاش اي مشكلة. بغطيها وبسيبها من 10 ل15 دقيقة. اول ما تبتدي تعمل فقاعات كده او فوم على الوش، خلاص كده بتبقى معايا الخميرة اشتغلت. شايفين الفقاعات دي؟ كده الخميرة بتاعتي تمام اتفعلت وكل حاجة كويسة. بجيب بقى الدقيق اللي احنا عملناه وببتدي احط عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي بالنسبة لي بديل للمحسن علشان العيش يطلع معانا كله قابب وخمران، تقدري تستغني عنها لو عايزة. وبحط نص معلقة صغيرة من الملح. بعد كده بجيب خليط الخميرة اللي عملناه في البداية وببتدي اضيفه كله على الدقيق. هيبتدي لما يتعجن الدقيق هيبان فعلا ان هو دقيق اسمر، هيبان من لونه. انا ساعات بكون عايزة اعمل عيش بلدي، فما بيكونش عندي غير دقيق ابيض، فدي بتبقى حاجة مهمة جدا ان احنا لو ما عندناش نقدر نعمله بالطريقة دي. بعد كده بضيف معلقتين كبار من الزيت. كده الكمية كلها بقت عندنا عبارة عن كيلو وربع من الدقيق الأسمر. طيب تقدري تعملي مثلا كيلو الا ربع وتضيفي عليه مثلا ربع كيلو ممكن برضو، بس هيكون أغمق من كده شوية. لو حابة تزودي نسبة الرد شوية، بس يعني أنا مش بفضل
نسبة الردة تكون كتير قوي. ببتدي اعجن كده بالشكل ده، وبشيل بقى الاسباتيولا وابتدي اعجن كويس جدا بايديا. مهم جدا في كل العجاين المخبوزات عامة ان احنا نعجنها كويس قوي وقت كافي، وانها تاخد المية بتاعتها المظبوطة. دي حاجة مهمة جدا في كل المعجنات اللي احنا بنعملها، والعيش كمان بالاخص لازم نعجنه كويس جدا. ابتدي اضيف بعد كده مية بالتدريج. كل دقيق بيختلف عن التاني في درجة شربه للسوائل، فمش هنقدر نحدد كمية مية محددة. يعني مبدئيا مثلا ممكن تكون نص كمية الدقيق مثلا مية، لكن مش كل الدقيق هياخد كمية المية دي، فيها هياخد اكتر فيها هياخد اقل، فنبتدي نضيف بالتدريج. بعد كده بنزل العجينة كده على الرخامة وابتدي اعجنها كده بالشكل ده. طبعا تقدري تعملي الخطوة دي عادي جدا في العجين، لكن انا بحب اعجن معاكم على ايدي عشان تشوفوا الخطوات كلها بالتفصيل. عايزة اقول لكم ان العجن دي من الحاجات اللذيذة جدا، يعني مش شرط علشان تعجني يكون عندك عجان، ممكن تعجني نص الكمية دي وتعجنيها عادي على ايدك لو انت لسه بنوتة جديدة بتتعلمي او بتتمرني لسه في الموضوع او اول مرة تعمليه. اعملي نص الكمية ربع الكمية مفيش مشكلة. انا هنا عجنت العجينة بس انا حساها بايدي لا ان هي مفركشة كده، مش حاسة نوعية العجينة في ايدي، ومش حاسة ان العجينة تمام. حاسة ان العجينة محتاجة شوية مية تاني. ببتدي اضيف بقى مية شوية شوية وادخلها كده في العجينة واعجنها تاني. زي ما بقول لكم موضوع العجاين اللي زي دي بنضيف المية بنضيف بالتدريج، لان مفيش نسبة معينة للسائل او للمية اللي احنا ممكن. طب هل في بدايل للمية؟ ممكن نعجن بحاجة تانية غير المية. ممكن، لو انت عندك مثلا اللبن قطع منك او رايب تقدري تعجني بيه. لو حابة تضيفي مثلا ليها زبادي ممكن. لو حابة تضيفي مثلا رايب ممكن. لكن احنا بنعجن الطريقة الأصلية الاقتصادية السهلة البسيطة جدا. بعد كده بحطها برجعها تاني في الطبق، وابتدي ادهنها كده دهنة خفيفة من الزيت وابتدي اغطيها. الناس كمان اللي بتعمل الجبنة القريش في البيت، الشرش اللي بيطلع من الجبنة القريش تقدروا تعجني بيه برضو معجنات، ده بيبقى حلو قوي وكله بروتينات وكله حاجات حلوة جدا. انا قلت لك كل البدايل اللي ممكن تستخدميها، ودي برضو بتبقى مميزة، لكن هنا انا بديكي الطريقة الصح او الاصلية والاقتصادية اللي تقدري تعمليها. بغطيه بقى كويس جدا وبسيبه في مكان دافي لحد لما العجينة حجمها يتضاعف. ممكن تاخد معانا من نص ساعة 40 دقيقة، ممكن توصل لساعة لو الجو عندك بارد. هنا بعد ما العجينة تضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين كده، دي بقى اللحظة اللي ما شاء الله يعني الحاسمة اللي انا بحبها قوي، ان انا اشوف العجينة وهي خمرانة. بعد كده ببتدي اقطع العجينة لكويرات صغيرة. انا قطعت كل قطعة هنا حوالي 100 جرام. تقدروا تعملوها تعملوه رغيف اكبر او اكتر من كده، وتقدروا تعملوه اصغر، ده حسب الرغبة زي ما تحبوا. انا قطعت العجينة ووزنت كل واحدة كانت حوالي 100 جرام، يعني قد مثلا برتقانة صغيرة او اصغر كمان من البرتقانة كتير جدا. بنبتدي نقفلها كويس كده بالشكل ده، ونرصها في صينية مثلا او على سطح على رخامة او اي حاجة يكون عليها رشة كده خفيفة من الدقيق. ما تزودوش وما تبالغوش موضوع الدقيق من تحت، لانه هيعلم في العيش وهيخليه يطلع لونه مش لطيف. بغطيه كويس وبسيبه يرتاح حوالي 15 دقيقة كمان، وبعد كده على اي مفرش بقى او على الكاونتر، ولازم لما اخد واحد ارجع اغطي الباقيين علشان ما يبردوش بقى ويسقعوا مننا او وشهم يبتدي ينشف ويبقى شكله مش حلو. وببتدي افرد بقى واحدة واحدة كده. الاول بفرد كده بايديا واحدة واحدة، وبعد كده ممكن افرد بالمردانة. مهم جدا ان احنا نخلي الرغيف متساوي من كل النواحي، منخليش حتة رفيعة قوي وحتة تخينة قوي، عشان لما يجي يخمر ويقب معانا هنلاقي الرغيف بيقب من ناحية ومن ناحية تانية لا. فمهم ان احنا نخلي السماكة بتاعة الرغيف كلها تبقى حجم واحد، او يعني مقاس واحد قد بعض. شايفين؟ هفرد لكم برضو واحد تاني بالطريقة دي. اول حاجة ان احنا بصوا انا بلم دي عشان مش عايزة احط دي كتير.
علشان ما يبقاش فيه لون كده لون ابيض او مجير على وش الرغيف. زي ما احنا شايفين كده بفرده بحيث ان كله يبقى سماكة واحدة. زي ما احنا شايفين كده بالظبط، الموضوع سهل وبسيط. اهم حاجة كل الجوانب تكون قد بعض. نرفعه كده بهدوء بايدينا، ونبتدي يكون عندنا صينية مرشوش عليها رشة خفيفة من الدقيق. دي طريقة لو ما عندكيش مكان ان انت تحطي عليه، او تحطي عليها قماشة نضيفة خاصة بالمخبوزات زي ما احنا شايفين كده. وانا مش بفضل الطريقة دي لو على دقيق، انا بفضل ان هو يكون على قماشة افضل، وبغطيه بالشكل ده. انا بفضل ان احنا يكون عندنا قماشة زي كده تكون خاصة طبعا بالمخبوزات، وابتدي ارص عليها العيش بتاعي من غير اي دقيق ولا اي حاجة، وبغطيه. وبعد كده هنبتدي نسيبه يخمر لمدة نص ساعة، وبعد كده نخبزه. شايفين؟ مهم جدا ان القماشة تكون مخصصة للمخبوزات. نخبز بقى العيش. بجيب الوش اللي كان فوق بخليه تحت مقابل على طول للطاسة او للجريل. مهم جدا اسخن الطاسة بتاعتي كويس او الجريل بتاعتي كويس. يا دوب ثواني وببتدي بقلبه على الناحية التانية، وانتظر ان هو يبتدي يقب معايا. طيب لو لاحظت ان هو لسه ما قبش، احركه واقلبه على الناحية التانية تاني. الموضوع عايز بس كده بالراحة وبهدوء. معلش انا هطول معاكم في الخطوة دي شوية، لكن التسوية مهمة جدا. بهدوء كده وبشويش نبتدي نضغط ضغطات خفيفة قوي، علشان بس نحرك البخار السخن ويبتدي يقلب. طبعا بنكرر ان احنا ممكن نقلبه مرة او اتنين او تلاتة لغاية لما يبتدي البخار يبتدي يتحرك جواه ويبتدي يقب معانا. شايفين؟ هنا ابتدى خلاص يقب. بحركه كده وابتدي احركه على الناحية التانية، اقلبه على الناحية التانية عشان ياخد لون ذهبي خفيف. زي ما احنا شايفين كده. طبعا خطوة التسوية دي خطوة مهمة جدا، لازم تكوني مسخنة الجريل او الطاسة بتاعتك كويس قوي. تبتدي تحركي الرغيف مرة واتنين وتلاتة بحركات بسيطة. طيب مهم جدا الخطوات التخمير اللي قلنا عليها، ولازم العيش يخمر بين كل خطوة وخطوة، لان التخمير ده مهم. بعد ما اخد لون كده خلاص بنبتدي نشيله. دي حاجات مهمة لازم نتأكد منها. شايفين بحط الرغيف ازاي؟ الجزء الوش اللي فوق بخليه من تحت، يعني بعكس. يدوب ثواني وابتدي اقلبه على الناحية التانية. تخلي بالك وانتي بتعملي الخطوة دي الرغيف بيكون برضو سخن شوية، فلو ايديكي مش متعودة على الحرارة هيكون الموضوع صعب بالنسبة لك. حاولي تقلبيه بسباتولا او اي حاجة، لكن انا يعني ايديا اتعودت كتير على الحرارة، فالموضوع بالنسبة لي يعني ربنا يكفينا شر النار وعذابها. لكن انا بقول لكم علشان بس ما تتفاجئوش تفتكروا ان انا بقلبه كده ان هو يعني مش سخن، ان هو بارد. لا، يكون في طبعا حرارة، لكن يعني الشيفات او الناس اللي بتشتغل كتير قدام النار الجلد بيبتدي يموت من علشان الشغل الحرارة وكده. نبتدي نضغط كده لو لقينا جزء مش قابب، علشان البخار يوصل للرغيف كله ويبقى كله مفتوح. الموضوع سهل وبسيط جدا. تحركيه بشويش، ودرجة الحرارة بتكون طبعا عالية، وانتي بتظبطي على حسب البوتاجاز بتاعك. تقدري تسوي في الفرن، طبعا تقدري تسوي في الفرن بنفس الخطوات لحد التخمير الاخير والفرن كل حاجة لغاية مرحلة التسوية. بتسخني طبعا الفرن كويس حسب الفرن بتاعك. تقدري تحطي فيه مثلا جريل وتسوي عليها، او تسوي على الفرن على طول لو عندك أرضية مقفولة، أو تحطيه في الصاج وتبتدي تسويه. طبعا بتختلف الأفران وحرارة الأفران من فرن للتاني. أهم حاجة إنك تصبري وانتي بتعمليه في الطاسة كده واحدة واحدة لغاية لما يقب معاكي. أنا بالنسبة لي بفضل إن أنا أعمله في الطاسة، لأن الفرن مش هتاخد برضه معايا كمية كبيرة. فأنا بفضل إن أنا أعمله في الطاسة وأسويه بالطريقة دي.
وكمان عشان اوريك الخطوات، ولو حد مش قادر يعمل في الفرن او الموضوع صعب او تسوية الفرن بتاعتها مش حلوة، تقدر تعمله على البوتاجاز من فوق بمنتهى السهولة. شايفين كده؟ خلاص كده اخد لون ذهبي خفيف من الجنبين، بنبتدي نشيله ونخرجه. طيب في حاجة برضو عايزة اقولك عليها، ان انت لو حطيتي الرغيف وابتدى يحصل فيه فتحة كده من الجنب، تبتدي تسرب البخار اللي موجود، فبالتالي الرغيف ما يقبش معاكي، لان طول ما البخار ده بيتسرب خلاص الرغيف مش هيقب، لان هو ده اللي بيخلي بخار المية ده لما بيغلي جوه هو ده اللي بيخلي الرغيف ان هو ينتفخ ويقب معانا. نعمل ايه بقى وقتها؟ وقتها هوريكي دلوقتي، يعني خليكي متابعة معايا كده. بصوا، حصل فتحة هنا، ابتديت اقفلها كده بالسباتشولا علشان الرغيف يقب بالشكل ده. شايفين؟ احيانا ممكن الفتحة دي تقفل تلحم، واحيانا بتفضل مفتوحة فبتفضلي مثبتة السباتشولا عليها. هنا برضو حصل نفس القصة. بنبتدي نضغط على الفتحة لغاية لما الرغيف معانا يقب ويبقى زي الفل. لو معملناش الضغطة دي هيطلع معانا مش قابب، وهيكون الرغيف مقفول، مش هتعرفي تفتحيه من جوه، هيكون لازق في بعضه كده الطبقتين. بصوا بعمل برضو نفس الحكاية، بضغط كده لما بلاقي اي فتحة بالمنظر ده، بضغط علشان نقفل تسريب البخار ده ونخلي الرغيف معانا. بعد كده بطلعه على قماشة ونبتدي نغطيه ونسيبه يبرد تماما تماما. ما تعمليش فيه اي حاجة، تسيبيه يهدى ويبرد، هيطرى معاكي جدا ويرد بالشكل ده. بصوا بيتفتح بمنتهى السهولة، ما شاء الله، الله اكبر. طلع كله قابب ومفتوح وجميل وفيه لبابة خفيفة كده وطري جدا وزي السكر. بصوا قد ايه بقى الطراوة بتاعته والجمال، وما شاء الله عمل معانا كمية حلوة قوي. وعايزة اقول لكم كمان ان هو في الاكل مشبع جدا ولذيذ وسهل ان انت تفرزيه. لو حبيتي تفرزيه طبعا تسيبيه لما يبرد خالص، وتبتدي تحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، تطلعيه على الميكرويف او على الفرن على طول. او لو حابه ان انت تطلعيه من قبلها مثلا بساعه او ساعه ونص وتسيبيه يفك براحته، هيبقى معاكي كانك لسه خابزاه دلوقتي حالا. شايفين اللذيذ؟ مش عايزه اقولكم قد ايه ريحته جميله وتحفه. ريحه المخبوزات دي حاجه من الحاجات الحلوه قوي اللي انا بعشقها. دي بقى لو حابه تعملي ساندوتش او اي حاجه، هتلاقي كل العيش معاكي مفتوح ولذيذ وزي الفل. بشكركم جدا، واتمنى الوصفات اللي بقدمها تكون عجبتكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم في وصفه جديده وفان فود مع مورا. باي باي.